ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل مع بعض شويه فيديوهات ان شاء الله تفيدكم وتعجبكم وتستفادوا منها لو هتطلعوا بفكره واحده. بس المهم ان انتوا تكونوا مجربينها. لو عندك كميه ليمون كتيره في البيت، وطبعا احنا في الجو حر جدا فالليمون بيبوظ حتى لو انت حطيتيه في التلاجة. فانت هتجيبي اي قطعه فويل عندك، اي ورق فويل موجود عندك، وهتمسكي تجيبي الليمونه كده تاخديها تلفيها فيها لفه كويسه، وشوية علب اي علبة عندك برضو لازم العلب دي تبقى متوفرة عندك، ما ترميهاش. وبتقومي رصاهم كده وحطاهم في التلاجة، علبتين بقى 3 ترصيهم وتحطيهم في التلاجة براحتك. لو عندك كمية قليلة في قلب كيس وحطيها عادي في التلاجة لو هتستخدميهم على طول، بس ما تقفليش الكيس. كمان هنا الرز طبعا انتوا عارفين في الحر بيبهدل الدنيا وبيبقى فيه حاجات مش كويسة. فاحنا النهارده هنحط الرز خلاص في الازازه الكبيره دي. عايزه اقول لكم ان هي بتبقى محكمه جدا على الرز، وما بتخليهوش يطلع حشرات ولا اي حاجه مش كويسه من الحر، طبعا احنا فاهمين. وهنا انا كنت بحط معلقه ملح على وش الرز كده، وبتبقى سهله في القفل والفتح وانك تستخدميها. اعتمدوها ان شاء الله هتعجبكم. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي بالقناه علشان اي حاجه بنزلها توصل لكم ان شاء الله. هنا هعمل معاكم وصفة حلوة قوي هنلمع بيها، وهنشوف هنعمل بيها ايه كمان. هنا كان شوية معطر حطيتهم مع شوية الصابون دول، وفضيتهم كده في البخاخ. اي بخاخ عندك عودي نفسك ان انتي ما ترموهوش خالص لان احنا هنحتاجه. حطيتهم وحطيت معاهم نص كوباية مية، وهحط معاهم كمان شوية خل، وكمان شوية كلوريكس الوان. بلاش تحطوا كلور، حطوا كلوريكس الوان اللي هو العادي ده. وهترجيهم رجة كويسة جدا وهقول لكم هنعمل بيهم ايه. تعالى عندك بقى على المروحة وبخيلي بختين 3. اولا المعطر ريحته حلوة جدا لما بنشغل المروحة بعدها، عايزة اقول لكم ان الريحة بتفضل اسبوع، المروحة مخرجة ريحة تحفة. تاني حاجة الريش من جوه كده بتبقى فيها عفر، والسلك اللي هو موجود في المروحة الشبكة دي بيبقى مليان عفر ومش بنعرف ننضفه ازاي غير ما نفكه كله. فهتجيبي كيس تحطيه على المروحة وتقفليه كويس جدا بأي حاجة، انا قفلته بأستك. وبتشيلي الكيس بتلاقي كل العفر اللي كان في المروحة من جوه دخل جوه الكيس، بقت معفرة خالص والمروحة بقت نظيفة، الكيس عفر والمروحة نظيفة. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام علشان ناخد الثواب مع بعض. وهاتيلي كده اي كوباية او فنجان عندك، حطي فيه شوية كلوريكس وحطي فيه معلقة صغيرة خالص صابون، وتعالى ما نلمع الازاز الموجود عندك في البيت. ازاز بقى سفرة بار، اي ازاز موجود عندك، ازاز ترابيزة، اي حاجة. شايفين الفرق؟ انا هنا كنت لمعت الجزء الاول علشان ما اطولش عليكم، وهنا كنت بلمع الجزء اللي بعد كده. عايزه اقول لكم اللمعه بتبقى تحفه لان اصلا الخل بيلمع. الخل بيدي لمعه جميله سواء في ازاز او خشب، بس ما تكتريش. هي حاجه بسيطه كده بتكبيها. شايفين كمان قطع الخشب اللي فيها عفر دي؟ بالمنديل برضو هتمسكيه كده، حاجه بسيطه خالص. انا هنا كنت مهديه الدنيا علشان تشوفوها. يا دوب بتعملي يمين وشمال كده اللمعه بتبقى تحفه. نضفي بيها بقى اي حاجه انت عايزاها. انا وصلت لاخر الفيديو، لو عجبكم اعملوا لي لايك.